مرحبا، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت وجبت معي فيديو كتير حلو. شو رح نعمل بهالفيديو؟ رح ننظف المطبخ، بس يعني تعزيلة رح نساوي للرمضان، بس مو تعزيلة. شلون رح لكم اياها؟ يعني انا مطبخي صغير وذاتي يعني محل اللي بحط فيهم الصحون والكاسات، يعني على طول بنظفهم، يعني ما بخليهم انه يتكركبوا يتوسخوا. بس بدنا ننظف الخزن من برا، نمسحهم هيك، نبخهم. جبت اغراض اشتريتهم بدنا نبخهم وننظفهم. وبدي نظف الغاز تنظيف عميق. قصة الغاز قصة. اول قبل ما احكي لكم قصة الغاز، سويت للاولاد برجر شغل ايدي، روحوا شوفوا وتعوا عم استناكم. هلا جبت اللحمه وبدي احط فيها البهارات. اول شي ملح، كزبره، كمون، فليفله، يعني من هالبهارات انتو شو بتحبوا، شو الطعم اللي بتحبوها فيكم تحطوها. وانا كمان شوفوا اعلمكم هالطريقه، ما بعرف اذا بتعرفوها ولا لا. بجيب ورق زبده، هاي اللي بنحطها فوق الاكل لما بنحطها بالفرن، بقطعها مربعات، شفتوا كيف؟ وبحط عليها يعني هيك بفردها فوقها، بعملها دوائر. بالاساس بتعرفوا في لها ماكينه، يعني ما بعرف، ما عم جيبها على طول، انا هيك بسويها بايدي. شوفوا بعملها هيك، مش قد ما بدي تكون كبيره، بكبرها وبحطها على الورقه. ولما بدي اقليها فورا، هلا بتشوفوا شلون بقليها حتى بفرجيكم، بحطها على الزيت بتنقلى. وهيك فيكم كمان تحطوها بالبراد بالفريزر، يعني تحطوهم فوق بعضهم وتحطوهم تفرزوهم. كل ما الاولاد اشتهوا فيكم تطلعوها وتعملوها، يعني تقلوها. اي والله سهل كتير. شوفوا هيك بقلب الورقه وبحطها فورا، بتنقلى وبتنشال. كتير سهله هالطريقه. انا لما بجيب الجاهزين هيك بيكون في بيناتهم اوراق زبده، يعني نفس هالورقات، انا من هونيك اخذت الفكره. وهلا هون قطعت الخضره، بندوره، خس، بصل، والخبز جهزته، والبرجر هيك صاروا طعمتهم والله كانت بتشهي كتير، كانت طيبه. وجهزت الصوصات اللي بدهم يحطوها جوات البرجر، اي شيء بيحبوه حطيتهم كلهم هون. وعلى فكره حبيب واماره اكلوا، لانه الاولاد عندهم راقبه، حسني ورشيد عندهم راقبه رح يتاخروا، مشان هيك هن اكلوا. انا حبيت استنى الاولاد، بدي اكل معهم. بعد ما اجوا الاولاد اكلوا، وانا كمان طلعت، لانه بدي اجيب هدول بحطهم فوق الغاز مشان الغاز ما يتوسخ. يعني اذا توسخ فيك تكبي هدول، ما ضروري تفكي الراس وتغسليه وتنظفيه، هيك بيكون اسهل. وانا وعم طلع على هدول شفت هاي شو رح تقولوا؟ والله انا كنت شوفها بس ما كنت جايبتها، يعني قلت هالمره بدي اجيبها وجربها. مثل ما لكم شايفين في انواع واشكال منها، بس انا بحب لون الساده. هدول مشان نحطهم فوق الغاز، يعني مثل غطا للغاز. انا اخذت اي لون احذروا قبل ما تشوفوا المقطع اللي بعده. بعد ما رحتوا شفتوا كيف سويت الغداء او العشاء للاولاد، المهم ورحت اشتريت اغراض بدي افرجيكم اياهم مشان الغاز. في شغله بدي افرجيكم اياهم، ما بعرف يمكن تستفادوا منها انتم كمان تجيبوا، او بتكونوا جايبين منها، خبروني. هدول مثل الغطا، بعد ما بدي نظف الغاز بدي احطهم فوقها، بس القصة وهدول مشان احطهم جواتها مشان الغاز يضل نظيف. بس قصة الفرن تبعنا قصة، من كم صار لي مرتين عم بتكهرب فيها. كيف بنظف الغاز؟ بعد ما بنظفه بمسح، والله ما بمسحهم، يعني هن وهيك في شوية رطوبة، بدي ركب الغاز بتكهرب فيها. يوم يومين ما بشغل الغاز لبين ما يجوا يصلحوا. اول مرة صار هيك معي، سحبت الفيش واتصلت بالمانجر، اجوا على الاساس صلحوا. ثاني مره كمان تكهربت، كان يوم الجمعه، لا والله كان يوم السبت ما في، الاحد مسكرين، كمان اجوا يوم الاثنين سووا يومين ضلينا من دون غاز. والله الحمد لله في عندي اغراض ثانيين، يعني فيني اطبخ، فيني ساوي شاي، في على الشغلات على الماكينات، يعني ما كنت محتاجه للغاز. بس اجوا كمان هيك طلعوا عليها على اساس صلحوها وراحوا. انا يعني خفت عن جد، بنتي صغيره، ويعني اذا ايدنا مي يعني
مو ضروري يعني، مو على طول انه رح ننشف ايدينا ونوقف عند الغاز. بتعرفوا الطبخ مي طنجة يعني، بتعرفوا الشغلات. قمت شو سويت؟ كتبت ايميل قلت لهم الغاز عم بكهرب، اذا بيصير لي شيء او لاولادي اي شيء انتم المسؤولين. ما شفت لكم يعني، ما مضى ساعه ساعتين ندق الباب، اجوا من يعني من محل تاني، اجوا بدنا نشوف الغاز. انا قلت شو قلت يعني صح عم بتكهرب، وقلت بغيروا لي الغاز كلها يعني الفرن والغاز. قاموا شافوا من ورا في فيش مقطوع، والعلبه الكهرباء من تحت كلها غيروها، وغيروا الراس كلها يعني ما بعرف من جوات. هدول الغاز تبعهم مو مثل بلادنا غير. المهم غيروا لي اياها وبس ما غيروا لي الغاز. قلت بلاقي لها حل بنظفها يعني، من وقتها ماني منظفه، صار لي اكثر من اسبوع ماني منظفتها. اجوا صلحوا لي اياها وظبطوا لي اياها، بس هلا بدي اجربها، بدي انظفها تنظيف عميق، وبدي احط هدول هيك فوقهم كديكور مشان اذا ما استعملتها انه سكر فوقهم. عرفتوا كيف؟ هيك شفتهم اشتريتهم، ما بعرف اذا بيزبطوا ولا لا. وهدول ذاتي على طول بستعملهم، هدول هيك بحطهم هيك جواتها مشان انه اذا انكبشي ما طالع الغاز كلها ونظفها. يعني قصتي مع الغاز هيك كانت. هلا شو بدي اعمل بتعرفوا؟ هلا اول شيء بدي اقوم نظف المطبخ انا وانتو سوا. وبدي احكي لكم شغله ثانيه. امبارحه رحنا سوينا عمليه لسن حبيب. شو كيف بدي لكم اياها؟ هو بزماناته شايلين له السن، ما منظفين محلها كويس، صاير محلها كيس. انتو هلا عم بتشوفوا الفيديوهات وانا عم احكي بعرف. سووا له عمليه والحمد لله هلا كويس يعني، بس ما عم يقدر ياكل، يشرب، يدخن، يشرب كل شيء ساخن، ما في، كل شيء بارد لازم يشرب. لشهرين على الاساس لازم ما يدخن، لنشوف كم يوم رح يوقف، رح يستنى من دون تدخين لنشوف. بس انا برايي ما رح يقدر يستنى يعني، ما رح يقدر من دون تدخين لانه بدخن. وهيك والله يعني هالكم يوم اللي كنت غايبه هيك يعني هاليومين ثلاثه، يمكن 3 ايام ولا 4 ايام صار ما ننزل فيديو. المهم هيك اخر تحديثات عنا. هلا خلينا نقوم نبلش بالتنظيف. هلا هون اول شيء بدي فرجيكم المواد اللي بدي استعملها لتنظيف المطبخ. هذا هو شكل المطبخ يعني، بس بدي نظفها من برا يعني من هون، شوفوا هيك، والبراد من برا والغاز من برا ومن جوا. اوكي. هلا هون في عنا هاي، ما بعرف اذا كويسه ولا لا، جربتها بالمغسله والحمام كويسه طلعت. وهي كمان ما بعرف. وهي على الاساس خاص ناس للغاز للفرن، بدي اجربها اول مره، هي ما بعرف. وهي بجيب على طول منها كويسه ما شبه. وهي كلور جايبش اين نوع، هي على اساس لللبس. اوكي معلش. هاي بدي احطها هون مشان بخبخها على كل المحلات. وهي عندي مي وخل، هاي بالعاده بستعملها على طول مشان فوق هون فوق المجله. اوكي مشان فوق هون على طول يعني بستعمل مي وخل. هلا هدول اللي بدي استعملهم، وبدي البس كفوف. هلا اول شيء بدي بخ وبعدين بدي امسحهم. بدي بخ من كل شيء. ايش في شو شايفين قدامكم، بدي بخ من كل شيء. ما بعرف اذا عم ببين عليكم شلون عم بينزل، على الاساس نضاف والله ابدا. هلا بدي بخهم هيك حتى على الحيط كل المحلات. وبعد هالفيديو ان شاء الله رح نزلكم تفريزات رمضان، وفي فيديو تاني زينة رمضان. بس المشكلة مشان زينة رمضان موصي اغراض من شيئين. متى بتجي الطلبية ما بعرف، ان شاء الله ما تتأخر. ما بعرف اي فيديو رح نزلها اول، بس يمكن اول شيء التفريزات بعدين زينة رمضان. هلا بعد ما نظفت المطبخ هيك بدي اعطيكم نظرة قبل ما اخلص، لسه على الارض بقيان. وبدي ركب راس الغاز وبدي احط هدول. بتعرفوا حتى الفرق شو هذا اسمه، الميكروويف نظفته، وهالغاز من برا من فوق ومن جوا ومن تحت كمان نظفته. البراد من فوق من جوا نظيف ذاتي البراد. وشو كمان، والكتل كمان حطيته فوق الطاولة غسلته. المهم ما خليت شي وما غسلته، ونظفتهم هدول فوق مسحتهم وكلهم. شو شلون عم بيلمعوا. وهالطرف نفس الشي. وشوفوا هي ابني رشيد حاطط عليها لزقة ما عم بتروح، قد حاولت شيلها ما عم بتروح، ضلت
يمكن شيلها بأسيتون بتروح تبع الأظافر. بجرب شيلها هيك. ما خليت شي وما نظفته بالمطبخ، صار نظيف. بس ضل الأرض هلا أمسحها ونظفهم وركب هدول. هلا اللي مو عايش بكندا ما رح يعرف قصة كندا. قالكن شغلة، هلا لما بتروحوا بتستأجروا بيت بيكون في جوات البيت غسالة براد، غسالة والبراد والنشافة والفرن، يعني الفرن والغاز يعني موجودين بالبيت، بتستأجريه مع البيت، يعني ما فيك تغيريه على كيفك. عرفتوا كيف؟ انا قلت لهم تعوا غيروا لي اياه، كتير قديم، يعني انا صار لي 7 سنين بهالبيت واكثر، وقبلي كانوا مستعملينه. بتعرفوا الزلمه اجى شو قال لي؟ قال لي هالغاز صنع كندا، كتير كتير كويس، يعني لو غيروا لك اياه وجيبوا لك واحد تاني يعني ما رح يكون احسن من هاد. قال هاي فيه انه الفيش وراه خربان بصلح لك اياه وكتير بيطلع كويس. وجد يا جماعه بعد ما الزلمه صلح لي اياها ما شاء الله صارت كتير كويسه. صح شكلها قديم بس مفعولها صار حلو كويس. المهم هيك غسلتهم كلهم. بس على فكرة بتعرفوا شو؟ سحبت الفيش، خفت الفيش يكون جواتها وركب الراس، يعني ركبهم هدول. حبيب سحب لي اياها لقدام وسحب لي الفيش، وانا هلا ركبتهم وبعدين رجعنا الغاز لورا وحطينا الفيش ورجعنا. وهيك بعد ما ركبتهم عم فرجيكم شكل النهائي. بس كيف صار يلمع لمع. يعني هلا الغاز والمطبخ جاهزين لشهر رمضان، شهر كامل رح نطبخ بهالمطبخ ان شاء الله يا رب. وهيك حطيت هدول كمان وحبيت هدول كتير كتير على فكرة. هيك كتير منظر الغاز صار حلو وعطى هيك جو للمطبخ. شوفوا محلاه صار، يعني انا حبيت. انتو شو رأيكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات اذا حلو ولا لا. هيك صار شكل المطبخ النهائي. المطبخ هيك عم بلمع لمعة، شفتوا؟ والله يعني نظف كتير كويس. وانا عندي عادة بحط المحارم تبع المطبخ هون. شوفوا هيك صار نظيف. وهيك بتعرفوا بس بدي مسح السجادات، بس مو اليوم، بكره اليوم لانه ما ضل وقت. وهون هيك صار. والبرادي من قبل يعني فاككتن وغاسلتن وحاطتن هدول تبع الصالون. يعني ما عندي شغل، يعني ما بخلي شغلي انه هيك يضل كتير. عرفتوا كيف؟ كل يوم بيومه بغسله وبنظفه. بعد ما نظفت المطبخ رحت اخذت لي دوش واجيت بدي ساوي سموزي. طبعا الاولاد كلهم ناموا، امارة نامت، وحبيب بارك ما بيقدر يشرب شاي سخن، عم يشرب شاي بارد. والله ما بيقدر يشرب مشان ما حكيت لكم قصة اسنانه. المهم حبيت ساوي لحالي سموزي. حطيت الماكينة وحطيت جواتها موز وتفاح وفي افوكادو. انا بجيب افوكادو بحطهم بالفريزر، يعني بجيب كتير مشان ما يخرب، بحطهم بالفريزر. وحتى الفواكه كلها اذا بجيب بضل مثلا الاولاد ما بياكلوا بقطعها وبحطها بالفريزر. لما بدي ساوي سموزي بحط جوات يعني الكوكتيل سموزي. المهم وحطيت بروتين. شو كمان حطيت؟ بس هيك بروتين وموز وتفاح وافوكادو. كتير كان طعمتها طيبة. وانا بحط يعني شو بيكون في بالبيت بحط، بس هالمرة هيك بس حطيت. وعم فرجيكم هون طبعا غاسله الغطا. عم فرجيكم انه بطالع الغطا وبحط غطا تاني يعني بنفسها وبشرب فيها. المهم هيك بكون اجينا لنهاية الفيديو. بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو، واذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك، واذا ما لكم مشتركين اشتركوا بالقناة. يلا باي باي.